وسلم. هؤلاء الأنصار من أين أتوا؟ هم الأوس والخزرج، أتوا من اليمن، أتوا من اليمن، ومع ذلك أنهم قدموا كل شيء من أجل أن يأووا المهاجرين ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعطوا حظا بعد وفاته. وقد علم النبي بتعليم الوحي إياه ذلك، وقال لهم إنكم ستجدون أثرة بعدي، أي أن الناس سيأخذون عنكم الملك، سيأخذون عنكم الحكم، سيأخذون عنكم الأمارة، لن تجدوا شيئا. قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا ولا يضيع عند الله جل وعلا شيء. والله عز وجل وصفهم بوصفين عظيمين: سخاء أيديهم وسلامة قلوبهم، سخاء أيديهم وسلامة قلوبهم. قال الله جل وعلا عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء القمم يقرأ الإنسان سيرتهم ليتأسى بهم وليمشي على منوالهم، وليعلم أنه من يريد الجنة لا بد ثم لا بد ثم لا بد من الصبر على أذى الناس.